هنتعلم في فيديو النهارده طريقة تحضير البيتزا وكمان صحية جلوتين فري. هنتعلم ازاي نحضرها تكون ناجحة جدا وهشة كتير. بتبقى حيرة في حمية الكيتو وكمان اللو كارب وحساسية الجلوتين، ازاي نحضر بيتزا مكونات صحية. سر المكونات الصحية اللي هبتدي احضر بيها البيتزا النهارده هي الخميرة البيرة وكمان الجبنة الموتزاريلا ودي جلوتين فري. هعمل ميكس ما بين المكونات دي عشان احصل على بيتزا هشة وقريبة جدا زي اللي بتتباع في المحلات والاسواق، بس هنعملها طبعا بمكونات صحية. هبتدي على طول أضيف الخميرة البيرة الغذائية الصحية، وهبتدي أضيف ليها حوالي كوب ونص من المية الدافية ومعلقة كبيرة من العسل الأبيض. ممكن لو حمية الكيتو هنستبعد العسل وهبتدي أضيف استevia بدل العسل. هقلب كويس جدا علشان أحصل على خميرة ناجحة جدا وكمان يعني نشطة. هبتدي أقلب كويس جدا المزيج الخميرة مع المية الدافية وكمان العسل. هتركهم جانبا لمدة 5 دقايق علشان اختبر العجينة واشوفها الخميرة تكون فعلا ناجحة جدا وعملت معايا فقاعات، وابتدي اكمل باقي الوصفة. بعد ما استمريت في التقليب هبتدي اضيف 1 جرام من الملح، او ممكن ملح الهيمالايا زي ما تحبوا. هتركهم جانبا وبعد كده هبتدي احضر مكونات العجين اللي هي بالجلوتين فري وكمان الجبنة الموتزاريلا. انا ضفت في وصفة دي الجبنة الموتزاريلا عشان هيكون عندي بديل الجلوتين. هبتدي اضيف حوالي 3 من كوب الجلوتين فري علشان يديني القوام بتاع العجينة الصحيحة. انا عندي المكيال 100 جرام، يبقى هضيف حوالي 6 كوب من المكيال، ده بيعادل 300 جرام من الدقيق جلوتين فري. بعد كده ابتديت اقلب كل المكونات ومزيج الدقيق كويس جدا مع بعضه عشان يديني العجينة كويسة وناجحة جدا. وبعد كده هبتدي ادوب الجبنة الموتزاريلا في الميكرويف. مهم جدا اني اضيفها وهي ساخنة ومذابة في العجينة عشان دي هيديني تأثير الجلوتين في العجينة، وهيديني طعم حلو جدا وفي نفس الوقت هيرتفع جدا معايا لان الجبنة الموتزاريلا فيها مواد دهنية. الإضافة دي هتكون مميزة جدا، ولو جربتوها بالطريقة دي هتستمتعوا ببيتزا لذيذة جدا وقريبة جدا من طعم البيتزا اللي بتتباع في المحلات وفي الأسواق، وهتكون بديل صحي ناجح جدا لإضافة الجبنة الموتزاريلا وكمان إضافة معلقتين كبار من زيت الزيتون على العجينة. لو حسيتوا ان العجينة محتاجة كمية سوائل تانية ممكن اضيف ربع كوب او معلقتين كبار من المية الدافية على حسب نوع الدقيق اللي هتستخدموه. بعد ما دوبت الجبنة الموتزاريلا زي ما احنا ملاحظين، انا عاوزاها مطاطية ودايبة جدا علشان تديني النتيجة المظبوطة للعجينة. هقلبها وهي سخنة جدا في العجين. زي ما احنا ملاحظين العجين طري وانا عايزاه القوام دوا بيلزق شوية، هو ده القوام المظبوط لعجينة البيتزا. مش عايزاها تكون متماسكة عشان تديني نفس التأثير. هستمر في العجن لمدة حوالي 5 دقايق علشان أحصل على عجين متماسك. هبتدي دلوقتي أحضر الحشوة بتاعتها. هبتدي دلوقتي أضيف معلقتين من زيت الزيتون، ضفت ليهم توم وكمان حوالي كوب من الطماطم اللي كنت مصفياها منزوعة الجلد والبذر. ابتديت أضيف التوابل اللي بتاعت صلصة البيتزا، نص معلقة من التوم البودر ونص معلقة من البصل البودر وكمان الزعتر والروزماري والفلفل الأسود. قلبت كويس جدا وفي الاخر خالص هبتدي اضيف الملح. هتركها جانبا تبرد تماما. مهم جدا اضافتها وهي باردة على العجينة او على الاقل تكون دافية شوية مش سخنة علشان ما تتعجنش جدا العجينة عندي وتكون فيها سوائل كتير. هبتدي دلوقتي اضيف كرات الدجاج او ممكن بالتونة او باللحوم او اي نوع بروتين بتفضلوه، او ممكن نكتفي باضافة الجبن والخضار اللي عليها. التوبينج على حسب ما تحبوا وعلى حسب الرغبة. عملت كويرات من صدور الدجاج وبعد كده ابتديت اشوحها عشان تديني لون ذهبي. بعد ما اتخمرت العجينة بعد مرور حوالي 20 دقيقة هحصل على عجينة متضاعفة الحجم وفي نفس الوقت طرية جدا ولزجة. ده القوام اللي انا محتاجاه للعجين عشان يديني نفس تأثير والقوام بتاع البيتزا اللي بتتباع جاهزة بالظبط في المحلات.
هبتدي باستخدام 2 طبق من أطباق البيتزا. هبتدي أفردها على سطح العمل الأول، وبعد كده هبتدي أفردها بالنشابة علشان تديني حجم دائري وحلو جدا. الكمية دي هتعمل عندي 2، واحدة مقاس كبير واحدة مقاس وسط، أو ممكن لو عاوزين كمية أكبر ممكن تضاعفوا الكمية زي ما تحبوا. ده مقاس حوالي 30 سنتي من عجينة البيتزا. وهعمل دلوقتي التوبنج اللي عليها اللي كنت محضرة مسبقا. هيكون عندي دافي وهيكون ناجح جدا في القوام. أنا عايزاه قوام تقيل وحلو جدا للبيتزا عشان يديني إضافة حلوة جدا. بعد كده هبتدي اضيف ليها كرات الدجاج او ممكن اي حشوة او توبنج بتفضلوه. ضفت جبنة موتزاريلا وكمان فلفل الوان، وكمان ضفت ليها شرائح من البصل والزيتون الاسود. التوبنج زي ما تحبوا على الاختيارات اللي بتحبوا تبتدي تضيفوا بيها الحشوات بتاعتكم. قعدت تقريبا في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200. هتقعد تقريبا حوالي 12 دقيقة. من 12 ل 15 دقيقة هتكون عندي بيتزا ناجحة جدا. ما نزودش النار عليها عشان تديني قوام هش وحلو جدا ويكون طري وحلو جدا واخد التسوية المظبوطة من جوه. وده شكل حجم الصينية التانية، الصينية الأصغر شوية مقاس حوالي 26. هيكون بيتزا ناجحة جدا، مكونات صحية، جربوها. جربوا إضافة الجبنة الموتزاريلا على عجينة البيتزا، بتدي قوام حلو جدا وقريب جدا من دقيق الجلوتين. وهيكون إضافة صحية جدا ولذيذة. بتمنى تكون طريقة البيتزا بطريقة صحية عجبتكم. ولو أنتم جداد على القناة، أنا حنان مصطفى بقدم محتوى التغذية الصحية، وأشوفكم على خير في وصفة جديدة ولذيذة وسريعة ومميزة.